السلام عليكم. أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بالعريبي في مطلع هذا الشهر، يعني في بداية شهر نوفمبر، أن عملية الدفع ستكون قبل دفع الشطر الأول، طبعا ستكون قبل نهاية شهر ديسمبر 2025 دون تمديد دون أي تمديد متوقع او للدفع. يعني ما يزيدوكمش من فوق هذا التاريخ هذا، ما يزيدوش، ما يقولوش يعني كيما احنا نقولوا باللي راهم يقولوا في نهايه شهر ديسمبر، بصح قادرين يخلوها حتى لجانفي ولا حتى لفيفري ولا 15 يوم من بعد. لا، قال لك دون اي تمديد متوقع. وينص القانون على أنه إذا تأخر المكتتب في دفع الشطر الأول، يعني لا تأخرت ما دفعتش الشطر الأول، يعني كاين بزاف المساكين ما راهمش واش دير لهم الدراهم. إذا تأخر المكتتب في دفع الشطر الأول، يعني في هذا التاريخ في نهاية شهر ديسمبر 2025، يرسلوا له إعذار الأول، يعني يعطوه إعذار الأول، يعني يعذروه. وبعد 15 يوم إذا ما دفعش يزيدوا يعذروه، يزيدوا يعطوه إعذار ثاني. ومن بعد 15 من يوم لا ما دفعش الشطر الأول، يلغوا الاكتتاب نهائيا، قال لك، ودون إمكانية للطعن. يعني بعد زوج إعذارات وبعد الإعذار الثاني ب 15 يوم يلغوا الاكتتاب بدون يعني محاولة للطعن، يعني ما كاش الطعن، يعني تقول باللي بالك نطعن كي ما يقبلونيش لك نطعن. مهما قال لك ان كانت حاله مرحله القبول المبدئي، يعني كيف كانت المرحله القبول، سواء كان مع الاولين ولا كان مع الثانيين ولا، وكانت يعني القبول كان 100%، الا انه اذا ما دفعش في هذا الوقت هذا او في هذا التاريخ او في هذا المده يلغى الاكتتاب. وأكد الوزير أن المكتتبين يدعون لدفع الشطر الأول قبل نهاية العام. أكد الوزير غادي يعيطوا للمكتتبين أنهم يدفعوا الشطر الأول في نهاية العام، يعني كما قالوا في نهاية ديسمبر، والذي يقدر بين 30 و 35 مليون سنتيم. ربي يكون في العون إن شاء الله مكتتبين، ربي إن شاء الله يكون في العون، وربي إن شاء الله يسخر لهم يعني هذا المبلغ. المهم قالوا أكد أن الأسعار سكنات عدل التاتا سيكون قريبا من أسعار السكن العمومي المدعم. فبالتوفيق للجميع إن شاء الله،